أنا محمود، والنهاردة هنحل مع بعض الأسئلة اللي على كورس السي على موقع جملتك. ندخل على موقع جملتك، على كورسز سي بروجرامينج في lesson 2 variables، حصة رقم 5. هنا السؤال هو نفس السؤال اللي حلناه في البداية، اللي هو السؤال اللي قبليه على طول، بس المرة دي عايزين حاصل ضربهم مع بعض. فهنيجي عند موقع ريبل، وهنيجي عند الريبل اللي احنا عملناها آخر مرة، اللي هي اسمها كيو وعلامة استفهام جنبيها. انت ممكن تعمل كريت ريبل عادي وتستخدم اللغة عادي، بس انا عامل ريبل في الاول هنا. احنا عاملين نفس السؤال، ونفس السؤال هيدي النتيجة المطلوبة بتغيير إشارة واحدة بس خلينا نعملها من الأول. خلي دي بدل الطرح نخليها ضرب، واحنا هنا هنحجز متغيرين من نوع int، هنسميها ال A1 equal 20 int A2 equal 15. ونعمل متغير كمان نسميه DD equal يساوي ايه بقى؟ يساوي ال A1 مضروبة في ال A2، ونطبع قيمة ال DD اللي هي بتساوي حاصل ضرب الرقمين مع بعض. نكتب printf، احنا بنكتب printf عادي، والقوسين دي بنكتب shift، بندوس shift ورقم 9 اللي هو من فوق مش في اللي على اليمين في لوحة المفاتيح. نكتب shift و9، عملنا القوسين. جوه القوسين بنعمل double quotation اللي هي shift وحرف الطاء. بعد كده بنكتب برسنتج دي اللي هي رقم 5 فوق، بندوس شيفت ورقم 5 في الزراير، الأرقام اللي هي من فوق مش اللي على اليمين في الكيبورد، نكتب دي. بعد كده بندوس كوما ونطبع دي سيميكون. احنا حجزنا متغيرين، متغير الأول اسمه A1 ده جواه 20، المتغير التاني اسمه A2 وده جواه 15. ممكن نخليها 5 في 2. تمام، وحجزنا متغير كمان تالت اسمه دي. المتغير ده بيساوي ال A1 مضروب في ال A2، حاصل ضرب الرقمين مع بعض هو اللي هيكون متخزن في الدي. فاحنا استخدمنا امر printf وطبعنا الدي فقط، لان حاليا الدي بعد ما بقت بتساوي حاصل ضرب الرقمين، فاوتوماتيك البرنامج ضرب الرقمين في بعض وخلى القيمة الناتج بتاعهم يتحط في الدي. فتعالوا نجرب، المفروض يطلع معانا 10، فعلا طلع 10. تعالوا نجرب كمان 20 و6، فعلا طلع ب120. تمام، ده كان الحل بتاعي. لو عندك حل مختلف ممكن تسيبه في الكومنت.